إن الحمد لله وحده فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله الجدير بالإحسان، يجازي على الحسنات بالإحسان ويعاقب المذنبين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم. وأشهد أن حبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته للعالمين بشيرا ونذيرا. صل اللهم وسلم على سيد الهدى والتقى سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أولي النهى وعلى التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الإسلام بني على ثلاثة أركان يجب على المسلمين تحقيقها: ركن الإسلام وركن الإيمان وركن الإحسان. ركن الإسلام يقتصر على العمل بالجوارح، أي اجتهاد الجوارح بالقيام بالعبادات وجانب من المعاملات. وركن الإيمان هو ما يتعلق بأفعال القلوب وأحوالها، وتحقيق هذا ركن الإيمان يكون بتحقيق أركانه، وهي الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل ويوم البعث والقضاء والقدر خيره وشره. أما الركن الثالث وهو ركن الإحسان الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه جبريل عليه السلام في حديث عمر، وقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو كلمة الإخلاص لله تعالى في العبودية وصفاء النية لله تعالى. وسنتناول ضمن هذه السلوكيات وهذه الأركان الثلاثة موضوعا يتعلق بالمعاملات البشرية في مقام الإسلام، لأن المسلم المتفقه في الدين يجب أن يكون حريصا على دينه أكثر حرصا منه على أي شيء آخر. الذين آمنوا أشد حبا لله. يجب اهتمام المسلم يكون في شأن دينه ومآله ومصيره المحتوم بين يدي ربه أكثر من أي اهتمام آخر. وهذا يقودنا إلى مراجعة كثير من مواقفنا وسلوكياتنا في الحياة، لأن الكثير منها يعد هباء منثورا ويعد لغوا ويعد مجلبة للآثام. ونتحدث عن الجوارح أي في مقام الإسلام، إذ لا يمكن الحديث عن اطمئنان القلب وسلامة القلب الذي يجب أن نلقى الله به في صلاتنا وفي ذكرنا وفي عباداتنا. المطلوب هو أن نلقى الله بقلب سليم، بقلوب مطمئنة راضية مرضية، كلها من أحوال القلوب. والقلب لا يكون كذلك راضيا مرضيا ساكنا مطمئنا هادئا سليما إلا إذا استقامت الجوارح. واستقامة الجوارح من أهم مصادر الاستقامة هي الوقوف عند
شرع الله تعالى والاتيان بالواجبات في مقام الإسلام أي العبادات. لا يتحدث أحدنا عن سلامة قلبي ورقة قلبي وهو منحرف في السلوك وغير متورع في أقواله وأفعاله، لا يمكن، لأن الجوارح هي قنوات تصب جميعها في القلب، ومتى استقامت الجوارح استقام القلب، لأنها المصادر الأساسية للأحوال التي يتقلب فيها القلب. مثلا لا يمكن الإنسان يكون في ظاهره غاضبا، في سلوكه يظهر له غضب فيقول لك لا أنا قلبي سليم والله، هذا لا يمكن. ولا قلبي مطمئن، لا يمكن. لابد من الاستقامة أولا على مستوى الجوارح. وأظن أن اخترنا موضوعا يتعلق به، هو موضوع مشترك بين كل الجوارح، وهو الكلام. أكثر شيء ما نكون عليه نحن نتكلم، إما في حالة نوم أو في حالة نظر أو في الكلام، لأن صمتنا أصبح قليلا. الصمت اللي هو حكمة وقليل فاعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بذلك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نحن عندما نراجع كلامنا في اليوم والليلة، هل هو خير؟ هل كل ما نقوله هو ضمن الخير؟ إذا لم يكن كذلك فالأولى بنا أن نصمت، ونحن لم نصمت. إذا نحن على غير الصواب، نحن على غير الصواب. إذا الكلام هو أكبر مصدر للقلب أو للأحوال القلبية، والصمت هو صفة جليلة، صفة الأنبياء الصالحين. كونوا أكثر صمت في حياتهم، لا يتكلمون إلا بالضرورة. الحديث هذا أو موضوع الكلام يمكن أحدنا يقول نحن لابد أن نتكلم. نعم، عندما نقول إنسان ونقول مجتمع نقول تواصل. نحن في حالة تواصل دائما. طيب الإنسان يعيش في منعزل هكذا، هو بالضرورة يتواصل مع من حوله. هذا التواصل له قوانينه وله آدابه. لو اخترنا نحن أنواع الكلام أو نوع الكلام ونوع التواصل مع الآخر لكان المقام أسلم. بمعنى إذا أردنا أن نتحدث أو نتواصل مع الآخر، كيف سيكون كلامنا أو تواصلنا أو حديثنا مع الآخر؟ إما نصيحة، توجه نصيحة، أو تستمع لنصيحة، أو تعلم الناس علما، أو تأمر بمعروف، أو تنهى عن منكر، وغير هذا الكلام ايش له؟ غير هذه العناوين يكون الكلام لغوا. إذا لم تكن ذاكرا فأنت غافلا. إذا لم يكن كلامك ذكر فهو لغو، واللغو فيه درجات. إذا كان اللغو للأشياء الضرورية لغو ليس ذكر، ولكن يعد بعضه على ذكر إذا كان يؤدي ويحقق الغاية من الذكر، وهي ماذا؟ استحضار القلب والنية لمعية الله وقرب الله تعالى منها. إذا كان كلامك في أي مجال ليس ذكر شهادة سبحة ولا تذكر ولا تسبح، لا تعلم الناس، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصلح ذات البين، هذا يعد ذكرا أيضا. هذا يعد ذكر. بعد ذلك
اللهو له، واللهو شأنه ماذا؟ تأثيره على القلب اللي يحدث مع الإيمان درجة ثانية أو ركن ثاني من الإسلام. تأثير اللهو على القلب تأثير سلبي جدا، وهو ماذا؟ القسوة. قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام: لا تكثر الكلام غير ذكر الله فتقسو قلوبكم. لا تكثر الكلام نقول لما فيه فائدة، خلينا نقول ده حديث المخسور خسارة، يقولوا مثلا عامي. كلام في بعضنا معانا ونقعد ونتحدث في العائلات في أي أماكن نتواجد فيها، إذا ما فيهش فائدة في الدنيا أو الآخرة أو معه معنا، هذا له، هذا قد يكون في خانة المنهي عنه، إما غيبة، نميمة، كل أي شيء. إذن عندما يراقب الإنسان حديثا، قلنا قبل قليل نحن لابد أن نتواصل، قلت يا أخي نحن نتواجد في بيئات شغلية وكذا، لابد أن وفي السوق وفي الأسرة. نعم، الإسلام ربط لسلوكياتنا أيها الإخوة قواعد، جعل لنا قواعد. ما جعلناش الإسلام حب نعيش ما كاينش يعني ما نتكلمش ولا نتكلم بالإشارة، لا، مع احترامنا لأصحاب الحاجات الخصوصية هذه، ولكن الكلام له في اللغة وفي اللسان العربي معاني كثيرة. حديثنا عن الحوار اليوم كان قبل قليل في بث مباشر للإذاعة، ولكن بأكثر الصبغة من الكتاب والسنة وحياتنا اليومية بأكثر تفصيل ربما. تم الحديث عنه الحوار. والحوار شو الحوار؟ هو زوز يتحاوروا مع بعض، هذا من مفهوم الناس. لكن الحوار أساساً هو المراجعة لكلام اللغة، وأن تقول كلام ولا أقول كلام، بين طرفين، بين مجموعتين، بين دولتين، بين طرفين، هو المراجعة للكلام. تأخذ أنت الكلمة قال وقال، قال هكذا، هذا هو الحوار. الحوار ما هوش جدال، وما هوش أيضا خصام، له عركة وله جدال. حوار شيء ثاني. ماذا أيها الإخوة لو اعتمدنا الحوار كأداة تواصل فيما بيننا؟ هو حوار لازم يكون هكذا في كل مكان نسموه نتحاور؟ نعم، إذا أردنا ذلك وبإمكاننا ذلك. كيف؟ فقط نحن نقرر عندما تريد أن تتحدث مع الآخر تجعل نفسك محاور، ليك مش تعارك وليك مش تخاصم وليك مش تشتم وليك مش تنقد، باش تحاور. شو الحوار؟ أولا عندما نختار هذه الوسيلة سنحقق ماذا؟ الهدوء، ما عادش تصيح واحد يصيح على واحد. عندما نتحدث عن الحوار فنحكي عن الأدب بتاعنا، ما عادش ترفع لسه معاك نضرب المول يعني. عندما نلتزم بحاجة اسمها حوار عشان تواصل معك تواصل معي، وعندما نلتزم بآداب الحوار أو آداب الحوار، يعني بدل ما نكون نتحدثوا قاعد مع بعضنا أصحاب في القهوة ولا في الدار ولا في الشارع أو السوق، خلينا نبدأ كيف نتحدثوا ونتحاوروا. ليش نكون نتحاوروا؟ أنت اختار العنوان هذا باش كما تسمع بعد شوية الآداب تعرف روحك يا سيدي علاش قالوا. هل أنت باش تحاول حوار الشرعي السليم اللي تحضر منه الأهداف وتخرج منه معافى من الذنوب، ولا تقع في المحظور واللي يخرج الحوار على المسار الطبيعي ويصير ماذا؟ شتم وشخصنة واتهام وتبادل اتهامات هو أكثر ما يحدث بين الناس ماذا؟ الاختلاف.
اللي هو طبيعة الحياة الناس. لا يمكن الناس كلها تجمعهم على رأي واحد. رب سبحانه وتعالى يقول في سورة هود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لجعل هذه ليست لام يعني أن الله خلقنا لغاية الاختلاف باش نكونوا مختلفين. هي اللغة اللام لا معنى. قل كيف ربي خلقنا مختلفين؟ إذا كان متعاركين ونحن مختلفين ربي خلقنا هيك. لا، الاختلاف هنا في الدين، نعم، في الفكر، في وجهة النظر، في نعم، ولكن الغاية من الاختلاف أو تحقيق هو إزالة هذه الشبهات، شبهة الوقوع في المحظور. لأن رب سبحانه وتعالى استثنى قال: إلا من رحم ربك ولا يزالون مختلفين إلا. استثنى. شكون استثنى؟ اللي نالتهم الرحمة، بمعنى نالتهم الرحمة يزيل ظاهر الخلاف. أقول ظاهر الخلاف لماذا؟ قد تكون فكرتي ما مش متفقين، لكن أنا وياك خير متحدين. قد تكون أنت عندك رأي في الموضوع الفلاني وأنا عندي رأي مخالف، ولكن نحن أصحاب وخير ماناش أعداء. هذا هي إلا من رحم ربك. الخلاف أو الحوار هو إذا وسيلة للتواصل. فهمنا؟ لا يمكن أن نتواصل في الحياة وسيلة الحياة إلا بالكلام فيما بيننا. خلينا نسموه اليوم الكلام هذا اللي قاعد يصير بيناتنا نسموه حوار حتى نلتزم بآدابه. لكن خلوه كلام فيه بديع المذاع أكرمكم الله وفيه كذب وفيه يعني لغو وفيه. لما كان نقول حوار لابد أن يكون كلامنا يلتزم بأدب الحوار. هذا الإطار اللي حبينا نحط فيه الموضوع. إذا نمر مباشرة أو قبل ذلك، منين نحن نستمد قيمة الحوارات؟ هو واجب علينا أن نتحاور فيما بيننا، ما نتعاركش وما نجملش. هو حكمه ايش الحوار في الاسلام؟ الاحكام الخمس: واجب، سنه، مكروه، مندوب، شنو حرام. الحوار اخواني يستمد قداسته من رب العزه سبحانه وتعالى. اول من علمنا او استمداد لنا للحوار هو ربنا سبحانه وتعالى. وفي سورة البقرة كلكم تعرفوا الآية: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ربي يحاور شكوننا. أول محاور هو الله سبحانه وتعالى، هو اللي علم الحوار. هو الله سبحانه وتعالى. الحوار فيه مراجعة كلام. أنت تقول كلام والآخر يرد عليك فكرة أخرى والآخر يضيفه معنى آخر. مش خلاف، مش لا. نحن نريد أن نصل في النهاية الحوار. خلينا نعرف الحوار. ليش الحوار؟ ليش؟ الاختلاف موجود، صح؟ هذا كوني إلهي في الأسرة، في أي مجتمع، في أي مكان. اختلفت أنا وياك على موضوع معين، هذا لا يفسد للود قضية، وهذا طبيعي جدا، بل هو ظاهرة صحية. لو كان كنا نفكر بطريقة واحدة الكون يدخل بعضه. لو كان كنا نظرة واحدة وجهة واحدة وفكرة واحدة الحياة لا تستقيم. هذا الاختلاف رحمة من الله سبحانه وتعالى. اختلاف وليس خلاف كل واحد يدير ظهر الآخر، لكن الاختلاف هو في الفكرة على مستوى ماذا؟ الأفكار والآراء، ليس على مستوى الشخصية. وفرق كبير أن تختلف مع الشخص في أفكاره، في خياراته، في بدائله، فيما يطرحه،
وانت تختلف معاه في شخصه، انت تكرهه، انت ما تحبوش، انت كالدنيا جهنم سير عليه، انت هذا فرق كبير. الحوار هو على مستوى قاعدة على مستوى الافكار، ليس على مستوى الاشخاص. لكن يولي على مستوى الاشخاص هو اللي يضربون يعني وسبوا جدا. لكن الحوار بأدبه ترى هو على مستوى الافكار، مبادئ الافكار. قد ينتهي وقت الحوار بيني وبينك والجلسه بتاع الحوار ونبقى مختلفين عادي جدا. شو المشكله؟ هو احنا كنا اتفقنا تقوم ساعه وما اتفقناش تقوم ساعه. انا ما هيك فهمت على الموضوع الفلاني ولا ما فهمتش، هو التنزيل كل واحد على حاله يعني. شو المشكله هذا؟ مليار واحد تختلف انت وياه ومليار واحد متفق انت وياه، شو المشكله في هذا؟ لا يزيد ولا ينقص. ولكن في وضيعه مشتركه نجيبوا امثله بعد شوي في الاسره وغيره، لابد من تحديد هدف. انا وياك لابد ان نتحدث في موضوع معين اسمه تربيه الابناء في الاسره، اللي لازم في الاخير بعد الحوار نوصلوا الى نتيجه اللي انا احبها وانت تحب توصلها. انا وصلت لها بطريقه وانت وصلت لها بطريقه لا يهم. انا سميت الاسم وانت سميت الاسم لا يهم. انت عملت لها مراحل وانا الاخرى عملت لها مراحل لا يهم. المهم وصلنا حققنا ما هدف، هذه الغايه من الحوار. اذا هذا قلنا ايش؟ تحديد الهدف اولا. الاداب الحوار هو انك تحدد هدف. نتحدث انا وياك كضيع في الوقت يعني. نحكوا على ماتش تاع كوره 6 سوايع تلعب في اسبانيا ولا في اوروبا نتعرف عليه نحن 3 سوايع نحكوا عليه واخطاء المبرر واخطاء كذا وحط ما حطوش وغيره وغيره ولا ها. شو الفائده من هذا؟ والله هذا تخصص في المجال هذا مدربين يحكوا على كذا باش يخرجوا نتيجه فنيه تفيدهم بشغلهم عارفين شو يعملوا لا باس. لكن المنطفلين على الاشياء شو دورهم؟ لا يقسم قلب. هذا قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. لأن أول شيء تحديد الهدف. قال باش نشوفوا كيفاش نرتبوا وقتنا وصغيراتنا ما يقعدوش ضايعين في الشارع إذا كانت المرأة تخدم الرجلين مثلا يعني ولا أي مثل. هذا نتبادل الآراء. أنا رأيي لا أنا أرى له ما بالك له نفعل كذا وهكذا تبادل الأفكار والآراء في النهاية نصل إلى نتيجة نتفق عليها الاثنين. فيها تضحية فيها كذا نعم، فيها تنازل فيها نعم، لكن الغاية ما؟ أنك تحقق هدف منشود، هدف شرعي، مش تحقق هدف نبدو عبد ولا نخربوا مجتمع. لا الهدف يكون مال شرعي مشروع شرعي يجوز حلال يعني. من باب هدف لازم من خصوصياته أن يكون مشروع كل شيء مخالف الشرع ربنا. الأدب الآخر للحوار هو حسن الاستماع. أنتم تلاحظوا وإحنا نتحاور في مواضيع حياتنا ما نخليش الطرف الثاني يكمل فكرته على الأخر ونسمعه، وبعد أنا بعد ما سمعت الفكرة كاملة شفتها من دون الآخر فيها نقطة 2 3 أنا عندي باش نواجههم فكرة أخرى، عندي حجة أخرى. أنت ما خليتوش يكمل أفكار فكرته باش ترجع عليه بدك تقارب عليه مازال يكمل الفكرة. أحيانا عندما يكمل الطرف المقابل فكرته تبقى أنت وياه المقابل متفاهمين، وهذا يحدث كثير. والله أنا ما فهمتكش أنا من الأول. هذه مشكلتك يا أخي، خليك صابر حتى تفهمني. ليش ما تفهمنيش من الأول؟ ما وصلت حتى تفهمني، حتى تسمعني على الآخر وبعد ذلك تفهمني ولا ما تفهمنيش. هذا إشكال كبير يحدث خاصة بين الأسرة، بين الزوج والزوجة، بين الأبناء، الشركاء، السوق، في أي مجال. إذا ثقافة الاستماع، المستمع الجيد هو المحاور الجيد. سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما ينتخب أحد من الصحابة يبعث برسالة
ينصر الإسلام أو يحاول، استعمل الله يحاول. الآخر نشوف إنسان فهم. سيدنا جعفر مع هذا النجاشي عندما جاء سفيان وغيره يحكوا للنجاشي راهو بدنا دين وراهو كذا وغلب علينا العبيد وكذا وكذا. النجاشي عاطل لا يسألوا في أسئلة. كون اللي أجاب وحاور النجاشي في العلم وقرأ له يعني قصة سيدنا مريم وسيدنا عيسى. سيدنا جعفر بالقرآن بهدوء استمع إلى أبي سفيان وبعد جادوا الفكرة وفهم شنو المشكلة بها وشنو باش يتحدثوا. فاختار أن يحدث النصارى بقصة عيسى اللي هو يعني نبي بتاعهم ويعتقدوا فيه وكذا وكذا. أعطاهم القصة الصحيحة اللي وردت في القرآن. هكذا يبعث الإنسان ليه ذكي فاهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنا نتحدث عن صفة الاستماع. المستمع الجيد هو اللي ينجم يقود الحوار ويوصل للنتيجة بأقصر الأوقات. هل صعب يتحدث وأنت استمع إليه على الآخر؟ يمكن أنت وقت اللي باش ترجع فيه يجي عشر الوقت اللي خلاه هو بيتحدث ويفهم وكنت تفهمه. والله هكذا يتم يا إخواني الحوار بين العقلاء. يكون الإنسان عنده روح من قلبه معبي ولا عنده أفكار يحكي 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 وأنت تسمع للآخر وضحت لك الصورة وعرفت الدواوين وعرفت الإجابة كل كلمتين يقتنع به ما شاء الله. هذا عندما تكون أنت مستمع جيد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أوتي جوامع الكلم ومدحه ربه بأنه على خلق عظيم. أكبر شخصية في العالم مثل الصفة هذه. الوليد بن المغيرة جاء هو عند الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقريش اتفقوا في النهاية أن يبعثوا هذا المحاور. أكبر محاور عنده كان متحدث الوليد بن المغيرة وإنسان عاقل وسميع كل واحد فيلسوف زمان يعني. بعثوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باش يشوف لنا ما حل يعني حاور معاه احكي معاه يعني. جاء يعني يا محمد يا اخي دولة عمنا والعائلة شريفة وكذا والحباب وجدك من شرف مكة يعني وجئنا بالشيء هذا دخلت مكة في بعضها وعلمت علينا العبيد وفرقت بين الأب وولده. يحكي الوليد بن المغيرة في حين أن النظرة شوي بالمشهد. تصوروا معي المشهد. إنسان كافر بالله ورسوله الوليد بن المغيرة يمثل الكفر جاء يتحاور أو يحدث من؟ يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يجيه وحي من السماء. شوف هذا وين وهذا وين. ما نقولش لا والله يا أخي أنت شكون حد صراحة تحكي معي وأنت مش تعرف وأنت شنو مستواك العلمي الإنسان إياكم ولا أنت كذا كذا تسألك ما تعرفش لا تحكي معي لا إياكم. هو القصة أوردها أنا للغاية هذه لأنه بعضنا يترفع لأن من سوء الأدب في الحوار هو أنك تستعرض القوة تعرف معلومات كنت زعما صعبة عن الدكتوراه وعن جاي تشكارة تاع معلومات مش هذا المطلوب في الحوار. سيدنا صلى الله عليه وسلم معاه كونه هو الأعلى وهو الأسمى وهو تواضع لرأس الكفر وسمعوا عن الآخر. ليش يعرفوا سماع عن الآخر؟ ما قطعوش أولا. اسكت الوليد بن المغيرة المسجد بتاعه فكمل حكايتهم اللي جاي باش يقولوا يكون المفكر وكانوا لا حد ما سأل عن الدخول. أفرغت يا أبا الوليد سيدنا صلى الله عليه وسلم كملت يا أبا الوليد عاش هذا مجنون زاد أعطاه كل زمان شو يزيد يتكلم. شوفوا النضج يا أخوان والله قرأنا التاريخ وشفنا لن يرتقي إلى هذا المستوى من الرقي الفكري والحضاري غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أي أخلاق هذه؟ أفرغت يا أبا الوليد لعل أمثال حدك تكون. شوفوا رحابة الصدر شوفوا الصبر على الكافر
كان مستمعا جيدا، ومن غيره صلى الله عليه وسلم يجيد الاستماع. قالوا فرغت يا بن الوليد؟ قال نعم. قالوا استمع الي الان، تو اسمعني الان، تو اسمع مني عاد. وبدا سيدنا صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القران، ولما ان جاء في الايات وعيد شديد بان الكفر، حسبك يا محمد حسبك، قص خمس، لانه يعلم جيدا أن ما يقوله عليه الصلاة والسلام سيحدث، وأن ما يقوله هو حق وصدق، وأنه كلام غير ذي الكلمة، ليس كالكلمة، أنه قرآن يتلى. عارف قيمة الكلام اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم وحقيقي، خاف من وعيد وخاف، اسكت يكفينا وانتهى المشكلة. وقام الوليد بن غير قومه، انتهى الحوار. هذا تكلم والنبي استمع إليه وأنصت، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم والآخر أخرج عن الكلام ورجع إلى قومه ولم يضف كلمة ولم يعقب على النبي بكلمة. هذا الحوار الجيد، هذا الحوار الناجح، رسالة وصلت، انتهى. متى يحدث ذلك؟ يا أخواني عندما نعطي مجال للطرف الآخر يبدي رأيه أفكاره، ثم نحن تتضح لنا الرؤية والبدائل والحلول، فنسقطها بعد ذلك، نستعرضها بعد ذلك. يكون ماذا؟ حضور هذا الذهن الآخر أسرع من أنه لو نقاطع بعضنا كلمة. ماذا يحدث عند المقاطعة؟ هل تعلمون ماذا يحدث؟ نحن نتحدث خيانة في موضوع معناه مهم جدا بالعائلة، لكن في الأخير بالحرام كان ركن كذا طاح وما زيدش فيها حتى لا، وتولي حلف باليمين وتولي ضرب ومضروب. وكان حديثي موضوع بسيط جدا. ليش؟ شو وصل الحال الموقف هذا؟ لكن مقاطعات وما خليش نكمل وكذا ونحن في موضوع هذا ندخل موضوع اخر. انت نسيت عملنا وشو عملت؟ شو قلت لي؟ وانت لا، انت نسيتي شو عملتي؟ احنا كنا نتحطوا على تربيه الابناء، والحوار يخرج عن موضوعه ويخرج عن اطاره، ويبدا كل واحد يذكر في عيوب الاخر. قلت لكم منذ البدايه تشخصن الحوار ما عادش على موضوع مش نحقق مش نوصلوا فيه على اتفاق، لا، ولا انت ولا وبيك وعليك وعملت وما وفعلك وتركك. رجعنا شخصنا الحوار ولا بين الاشخاص مش بين الافكار. يا اخواني يعني هذا طرح النبي صلى الله عليه وسلم في سوره المجادله، مطلع سوره المجادله، ماذا قال الله تعالى؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. مجادلة، سماها مجادلة. ليش سماها مجادلة؟ لأن الزوج جاءت وتشتكي إلى الله. بقيت الآية. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال تجادل وقال تشتكي. اللفظين هذوما ماذا يحب؟ يحب بالعنف، يحب بالشدة، يحب بالكلام، يحب بالاتهام. واحد يشتكي، ايش معنى يشتكي؟ يذكر في عيوب الآخر، يعني يتهم بالآخر، هذه شكوى. رفع شكوى في فلان ماذا يذكر ما فعل وما كان. وتجادلك في زوجها جدال، يعني الجدال هو يطلب الحاجة اللي يحبها هو من الطرف الآخر، ما هوش يطلب حل يعني كما هو يحبه. هكذا أخبر القرآن بهذا اللفظ. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وش بينا ولا تحاور؟ ما عادش جدال، لأنه دخل في الجدال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ما عادش النبي، ما عادش يخرج عليه الجدال. النبي ما يجادلش، ما يخاصمش، ما يعاركش، ما يشتمش، ما يسبش. النبي يحاور حوار، حكينا عنه في البداية. الحوار النبي يحاور والله يسمع تحاوركما. ما الذي
أصبغ صبغة الحوار الجديدة في علاقة ما بين التي تشتكي وتجادل بزوجها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي ماذا أصبغ صبغة الحوار وصيغة الحوار على هذا التواصل. هي جاية تشتكي وتشتم وتذكر في المساوئ، النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى بهذا المستوى من التواصل وجعله حوارا. والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. دائما تجدون السميع بصير، السمع قبل البصر، هذا علميا أساسا. قد تسمع الشيء ولا تراه، لذلك الله دائما يقول سميع بصير. أنت تسمع ما وراء الجدار ولكن لا ترى، فالسمع أنفذ وأقرب إليك من البصر. فإذا هذه صفة أخرى من صفات الحوار كما يقول الأمثلة، وأمثلة في القرآن كثيرة أيها الإخوة. الله سبحانه وتعالى كما حاور الملائكة، بل قبل الملائكة الحوار قلنا قدسته من الله، هو اللي علمنا الحوار. وإذ قال ربك للملائكة جعلوا في الناس خليفة قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمده ونقدس لك قالوا قال. هذا هو الحوار. الله حاور الملائكة، بل حاور إبليس. ما منعك أن تسجد ما خلقت من يديك؟ الله حاور إبليس. يعني نحن نحاور العدو والصديق والبعيد والجاهل. والحوار يا أخواني هو أداة تواصل رائعة وضرورية بين الناس، لكن عندما نجعله عنوان حوار وليس جدال وليس عركة ولا تتجرد من شخصك وتضع نفسك في مقام الآخر، هذا إحدى الآداب الحوار. حتى ينجح الحوار بينك وبين شخص، خلي أنت مكانك في مكان الآخر، انظر للآخر. عندما يعني الآخر يتحدث اجعل نفسك أنت في مكانه، ستعذره في كثير مما يقول. ثم أقبل على الحوار في حالة نفسية متوازنة. مش أنت ما تغش وحش على سيجار ولا تعب ولا شيء منرفز من الشارع ولا من كذا وتقول لي كان نتحاور مع شخص. لا يمكن، لابد أن تكون نختار حالة الهدوء والرفق بين الطرفين. طرف تحاور وأنت لازم تكونوا في حالة هدوء حتى يكون الذهن في أعلى درجات الصفاء أو أقرب ما يكون للصفاء الذهني، لأن العقل هو الذي سيستقبل الأفكار وهو الذي سيحللها وسيجد البدائل أو الحلول والرد عليها. والعقل هذا يجب أن يكون في وضعية سليمة جدا، راحة نفسية. أيضا من أدب الحوار هي الحركات. ومثل الناس لا أنا ما تعمل لك بسرعة، لا هذه بسوء الأدب، ولا يعني هو يتحدث من تطلع براسه يعني كان الاستهزاء، ولا تبتسم في غير محله. هو يحكي تضحك شوية ابتسامة تستهزأ به. يبقى سامحوني موجود هذا يا اخويا، اضحك بين كنت كلامك ونشوف كذا وين كنت اياكم من البدايه. هذا مش حوار، هذه من الاول عنك الناس جاءوا معبيها بعضهم مش يعرفوا. لو اخواني خلي الله يسعد الوقت لا يسمح لنا نلخص المقال، فلنجعل كل تواصلنا وكلامنا مع بعضنا في الأسرة، مع أبنائنا، مع أهلينا، مع مشغلينا في السوق، في التجارة، مع أبناء التلاميذ، مع أساتذتنا، في كل مكان. أي تواصل فيما بيننا وبينهم نجعل له عنوان اسمه حوار. أنت تحب تتحدث مع شخص تفكر الموضوعات، خليه حوار ولا غير، حتى تلزم نفسك بأدائه. تلزم نفسك بأدائه، ولو كنت قائل يعني أنا مضطر نحاول أنا وفلان الفلاني، لكن لم تسمح الظروف ولا الحالة النفسية، لا بأس يا أخي أجل. أنك تأجل موعد الحوار مع شخص أفضل من أنك تدخل في وقت غير ملائم وتعمل كافة. أجل. ثم ليس بالضرورة أن ينتهي الحوار إلى نتيجة، كما قلنا من قبل قليل. مش بالضرورة نتحدث في الموضوع وفي النهاية وصلنا نتفق على موضوع واحد. من قال هذا؟ ليس بالضرورة، قد نفعل كل واحد رأيه.
مش مشكلة هذا، نجدد الموعد آخر إذا كان لازم الأمر. إذا نجعل في حديثنا وتواصلنا فيما بيننا عنوان اسمه الحوار، ونحاول أيها الإخوة أن نلزم أنفسنا بهذا الحوار. في الأسرة انظر سيدنا إبراهيم مثلا ماذا قال وهو يعرض أمرا ربانيا حتميا غيبيا على ابنه؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني قال أسمع تعال يا شيخي تعال ادخل يا البيك وعليك أسمع أراك أنا بسلحك وهكذا حوالي هو لا يا بني يرحم حد فيه سيف الأبوة. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الحوار قولك هذا أمر رباني يا أخوان. هو سيدنا إبراهيم مطالب باش يسأل ولده قالوا ألحوا أقبل ولا ما أقبلش، أمر رباني مش هواش فيه بشر. هذا نقص وصل معلومة الولد يا البيت يا فاشل يا المعلوم كذا يا كذا مش نقول لك هذا زي يديك ربي ما يعرفك عاقل هكا وعندك مواضيع باهية وخلوا الموضوع هذا مرر الفكرة اللي تحبها أنت ادخل في المزاج هكذا. شو رد عليه سيدنا إسماعيل عليه السلام؟ يا أبت افعل ما تؤمر. يا أبتي يا بني يا أبتي في الألفاظ مش يذبحوا. ايش بيك انت يا اخي؟ هذاك هو اللي ظهر لي في الاخر مش تذبحني ولا كذا وهذاك ملقيت وهذاك هو اللي يطلع بشيء ولا مش تذبحني. يا أبتي افعل بالرغم انك ستفعل ما تؤمر ورضيت بما ستفعله انك أبتي. وش احنا نرد اليوم اللي هو وسخ شويه يقول وصلوا عمر وسخ هكذا عمره 18 17 عام عنده خلاف مع باباه ولا حاجه يعيش منهم. اسمع يقول لي الراجل كذا وكذا ما عادش بابا يقول لك الراجل ولا اسمع قولي له كذا وكذا قولي له يستعمل هذا الغاية حتى باش يقول قولي البابا ولا قولي لا. وقع سلطانيا للاسف. لابد ان نربي ابنائنا يا اخواني من النشأة هذا ونشوف فيهم المواضيع هذا على حوار. شوفوا فيك انت وفي امه، شوفوا فيك وفي عمه وفي اخوه وفي خاله، شوفوا في المعلم والمدير والاستاذ، شوفوا في اي مكان. نقول الهدوء والسلام عليكم دمتم في رعايه الله الى اللقاء. شو باي وترى باش تعلموا ابنائنا هذه الكلمات اللي تربطنا بديننا وبربنا سبحانه وتعالى وتخلينا مؤمنين صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا وأن يسلم قلوبنا. نقول ما تسمعون وصلى الله العظيم لي ولكم بذلك فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بكماله وجماله وعظيم سلطانه، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الكامل في اوصافه وافعاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد المتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك عليه في الأولين والآخرين وعلى صحابته وكل من اهتدى بهديهم وعنا معهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها المؤمنون، من معوقات هذا التواصل الحميد أو هذا الحوار وتحقيق هذا المستوى الراقي في التواصل فيما بين الناس أيها الإخوة هو الجهل بدينهم. وأنت تقرأون القرآن انظروا إلى صور الحوار في القرآن كثيرة. وسيدة مريم تحاور قومها عن ابنها الذي جاء به بغير أب. وانظروا حوار الحق سبحانه وتعالى مع ليس فقط مع الإنسان، مع إبليس وحاور الملائكة وحاور السماوات والأرض. قال يعني السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، وقال يعني قال ائتي طوعا أو كرها. ربي خاطب السماوات والأرض ائتي طوعا قالت أتينا طائعين. هذا الحوار حتى مع غير العاقل. هذا الحوار هو سلوك إلهي أولا.
عندما ننزل هذه المنزلة وهذه القيمة يجب أن نتعامل معه بهذه القداسة وبهذا الاحترام وبهذه القوة وبهذه الفائدة، لأن التواصل فيما بيننا بهذا المستوى يحقق نتائج حتما تكون أهداف تتحقق وتكون العلاقات سليمة في الأسرة وفي كل مكان. يوجد عنف، لأن عندما يتعطل أو تتعطل الحوار بين الناس، ما الذي يحل محله؟ يحل الجدال والنقاش والخصام مثلا ابنك عنده موضوع معين فأنت لا تسمح له بالحديث معك بتفاصيل وتسمع تفاصيل القصة ويقدم لك مبررات ما حدث وما حدث معه وتقاطعه على اساس ان جد سلطه عليا وهو لازم يسمع الكلام ويخلص وغيره. سوف يبحث ايها الاخوه عن مجالس اخرى يفرغ فيها قلبه كما يقول ويقول فيها رايه، وقد لا تسعفه المجالس الاخرى بالصواب، وقد يجد فيها لا ما عادش تاخذ رايه وانت عندك الحق. ايش عملنا فيها؟ انت المتسبب، انت ما عطيتش فرصه. اي سؤال يحدث لكم من ابنائكم او تساؤلات في هذه الاشياء انت اول من يجيب عنها، لانك عندك جانب عاطفي يرتب بالشخص هذا، تحب له الخير منك مهما كان حراكه تتوجهوا لهذه بعاطفه، لكن الاخر لا عاطفه له تجاه ابنه، لا علاقه له به، سوف يعني يتحدث اي كلام. هذه يعني دي بدايه في هذا اكرمكم الله، وعليه نحافظوا يعني على انفسنا وعلى عائلاتنا المحيطه، نكونوا احنا هم المسكين زينا من الامر في هذا الامر، واللي يعين على ذلك ايها الاخوه. بارك الله لي ولكم في الايمان. اللي يعين على هذا تجنب مجالس السوء. يقع احنا في اللغو، نقعد في اي حلقه نقعد فيها. ثم اختيار المواضيع، نسيت باش نذكركم الجزء الاول. نحن نتحاور على ماذا؟ نتحاور على ماذا؟ ونقول تحديد هدفنا صحيح، لكن من البدايه اخواني نختار موضوع اليوم وينتهي الموضوع مختبر على الستار. انتهت الحصه، انتهى التوقيت، خلاص كل حاجه عندها وقت يا اخي. انت عندك وقت ترفع يقبضك ربي روحك. اي حاجه في الحياه مؤقته، كان حديثنا يبقى مش مؤقت يعني لا نعم نحكم في الموضوع بلا ضوابط. لابد ان تكون نحدد مواضيع الحديث فيما بين، وتبقى نفس ما عندك تتحدث مع صاحبك يوم القهوه ولا شيء، هو تقرا كتاب في دارك ولا تقرا معه القران ورسل لك عتيه ولا اي حاجه كذا، وتدخل عندكش دافع حقيقي ماشي باش تقعد في المكان الفلاني. ما دام عندك هدف محدد باش تقارب انت وياه. هو اللي راه عجيب اليوم اغلب الناس على الطاوله في القهوه كل واحد شاد الهدف بتاعه، والله لا نحيرش قاعدين يعملوا هذا. هم يسمعوا بعضهم في القهوه كل واحد شاد هدفه. شو الاحتقار هذا؟ هذه سوء ادب يعني او انت مكتفي بعالم الافتراضي وفي بيتك. شو قاعد امامي انه شاد الهدف بتاعك ولا شنو قدامك يعني تمثال يعني. هذه اصبحت عاده ولا مش عاده، بل في الاسره اليوم. الامر هدفها ورجل بهاتف وولد بهاتف والبنيه هدفه حتى بالصغير خلاص عنده واحد يلعب بها وصار ترهيب. كل واحد يعلم. ان شاء الله ستستمر دوراتنا في مجال تطوير المهارات، نساعد كل احد ان شاء الله بين اللغه والاعشاب. دورات في هذا المجال وغيره من المجالات، تطوير الذات وتطوير المهارات البشريه ان شاء الله. ان يرغب المشاركه يحضر ان شاء الله مجانا، يحضر ويستمع هذه الدورات فيها افاده كبيره بهذه المواضيع وغيرها اللي من شأنها تربى منها حياتنا وتحدد لنا الوجهه الصحيحه، تعطينا اساليب وتكسبنا طرق التعامل والتواصل، تصبح شأننا بيننا وبين الناس وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هذا هو غيره. إذا ما بقي إلا أن نتوجه الله سبحانه وتعالى يومنا هذا ونرجو أن نصلي ساعة الاستجابة. اللهم استجب دعاءنا ولا تردنا خائبين يا رب العالمين، إنك قلت وقرب الحق ادعوك نستجب لكم، وهذا نحن ندعوك
دعوتك يا رب العالمين فاستجب لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا مجيب المضطرين ندعوك مضطرين يا رب العالمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وها نحن ندعوك مضطرين يا رب العالمين. أرزق إخواننا في غزة وفي فلسطين، اللهم ارفع عنهم العناء والمعاناة يا أكرم الأكرمين. اللهم حل بينهم وبين ما يخطط له أعداؤهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم اهزم عدوهم شر هزيمة يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عظيم سلطانك وعظيم قهرك وجبروتك يا عظيم يا قدير يا مقتدر يا أول يا آخر يا ذو المحال يا الله يا الله. اللهم اكرمنا بلقائك يا ارحم الراحمين والعافيه والعافيه ما احييتنا. اللهم اجعل خير اعمارنا اخرها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه وانت راض عنا يا ارحم الراحمين. اللهم تب علينا وعلى العصاة والمذنبين من امه محمد عامه يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا واقض حوائجنا واقض ديوننا واشف مرضانا يا كريم يا منان. اللهم ارفع درجاتنا عندك يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمه واسعه واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارفع درجتهم عندك باعلى عليين يا رب العالمين. اللهم تجاوز عن اخطائنا واسترها علينا في الدنيا والاخره. اللهم كما سترت علينا في الدنيا استرها علينا في الاخره يا ستار يا الله يا الله يا مجيب الدعوات. اللهم اصلح شان ابنائنا وبناتنا واهلينا وحكامنا وشعوب الأمة يا رب العالمين. اللهم اصلح شأننا جميعا في الدنيا والآخرة. اللهم قلنا إليك بهمة تجمعنا عليك وأيدنا بالقرآن وبسنة النبي عدنان أينما كنا وأينما حللنا يا رب العالمين. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظفرنا واعتقادنا أينما كنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وسدد خطانا. اللهم ارفع يا عما بنا من عناء ومعاناة يا رب العالمين، واحفظ شبابنا وحصله من الآفات يا كريم يا منان. اللهم نستعين بك يا أول يا آخر يا مجيب الدعوات. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صل على حبيبك محمد الأولين والآخرين وصل عليه بالأعلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.